استكمالا لملف الأخبار التي تتحدث عن رغبة الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحة لاعب نادي بيراميدز، أكد أن رمضان صبحة بالطبع لاعب مميز ولاعب كبير، وكانت هناك رغبة بالفعل في التعاقد معه خلال الفترات الماضية، لكن ومع التفاوض معه شعرنا بعدم رغبة منه وعدم وجود حماس في الانتقال إلى نادي، لذا تم غلق هذا الملف بصورة تامة، واللاب الآن خارج حساباتنا. البعض الآن ولا نعرف السبب يحاول تصدير هذا الأمر في الإعلام بأن الزمالك ما زال يفاوض اللاعب، وهذا أمر غير صحيح، ونحن من الأساس لم نتفاوض مع بيراميدز بصورة رسمية بشأن اللاعب، بل المفاوضات كانت شفهية، والأمر انتهي الآن من داخل نادي الزمالك أن اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري رفضت الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك، الطلب الخاص بتعديل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقررة يوم 20 من أكتوبر في نصف نهائي السوبر المصري.